السلام عليكم. أولا كل رمضان وأنتم طيبين. النهاردة هنتكلم على إكسكوليد درو، وهو من أشهر وأسهل الأدوات اللي ممكن توصل بيها أفكارك. تقدر ترسم، تقدر تعمل سكتش أو دياجرام، تقدر تكتب حلول مسائل الماث عن طريقه، أو حتى ترسم دوائر رياضية تقريبية بكل سهولة. هو أساسا فري على جيت هاب، وليهم موقع على الإنترنت منه نسخة مدفوعة. لكن الصراحة لما لقيت إني ممكن أستخدمه مع أوبسيديان استغنيت عن الموقع، لأنه كمان مع أوبسيديان ممكن يحط ملفاتك وسط الدياجرامز. تعالوا بقى نشوف ازاي نستخدمه مع اوبسيديان. عشان انزل البلجن بتاعه باجي هنا عند اوبسيديان المنيو settings، باجي هنا عند community plugins وبعمل براوز. بلاقيه من ضمن البلجنز، يا اما ادور عليه هدوس عليه عشان انزله. وله اوبشنز كتير، ممكن افتح الاوبشنز دي واختار اللي انا عايزه. طبعا مع الوقت هبتدي افهمها كلها. انا كده نزلت اكس كوليدرو، بيبقى له ايكون هنا على السايد بار. لو دوست على الايكون ده يفتح لي نيو اديتور. هنا الأشكال الرئيسية اللي ممكن أرسمها، ممكن أختار هنا ريكتانجل مثلا، وأختار من هنا لون الستروك أو البوردر، وهنا أختار برضو اللون اللي أنا عايزه لو ملقتوش من ضمن الألوان الرئيسية. هنا الباك جراوند، ونفس الكلام هنا برضو لو عايز لون مختلف مثلا، عايز أكتب جواه مثلا ريكتانجل، واختار لون الكلام هنا، وهنا الفونت اللي أنا عايزه. معظم الناس اللي بتشتغل بإكس كولي درو بيختاروا الفونت الأساسي اللي هو إكس كولي فونت، لكن ممكن تختار الفونت اللي أنت عايزه. كنترول سي، كنترول في، كوبي بيست، او كوماند سي كوماند في. وهنا لو عايز اعمل مثلا دياجرام باجي هنا بالارم، هنا لونه ابيض، هختار لون تاني. هنا الارو تايب، وهنا ممكن اتحكم في الهيد نفسها، فمديني امكانيات كتير قوي. كمان الارو ممكن نعمل بيه المنظر ده. دوس كليك هنا، كليك هنا، كليك هنا، وهكذا. وبعدين سكيب، بقى عندي المنظر ده. نفس الكلام بالنسبة لللاين، فترسم الشكل اللي انت عايزه بكل سهولة. والشكل العجيب ده انت ممكن بعد كده تديله باك جراوند مختلفة او تكستشر. فممكن تعمل سكتش بسيط عن طريق اللاين او الارم. كمان عن طريق اللاين ممكن ارسم مثلا كارتيزيان كوردينتس. انا جيت هنا هدوس سكيب عشان ارسم لاين، وبعدين اجي هنا كده اعمل كده. ومن نفس اللاين ده هاجي كده وارسم مثلا الفانكشن دي. مثلا بارابولا، دوس عليها تاني، ممكن اعدل في شكل الدالة نفسها. وهنا الايدج اتحكم فيه برضو. وطبعا اللون ممكن اغيره زي ما انا عارف، او ممكن اخد الكلام ده كوبي بيست، الكوردينتس بس، المحاور بس اخدها كوبي بيست عن طريق شيفت، اختار الاتنين كوبي بيست واخدها تحت هنا.
تعالى كده نرسم ساين ويف. سكيب واظبط فيها برضو مثلا. يعني ده شكل تقريبي. ارسم تان، رسم تقريبي، واعدل فيها برضو زي ما انا عايز، ودبل كليك هنا واكتب اللي انا عايزه، تان اكس مثلا. هعلم بقى على كل الكلام ده واعمل ديليت. دي امكانيات بسيطة اقدر استخدمها. لو عندي مثلا فلوت شارت زي دي وعايز ارسمها جوه اوبسيديان او جوه اكس كوليد درو، هناخدها عندنا الاول كوبي بيست، كنترول سي، وهاجي هنا كنترول في، خدت الصورة نفسها واحاول ارسم زيها هنا. ادي هنا او ريكتانجل، خلي باك جراوند بيضة، كنترول سي كنترول في، ممكن اصغره شوية لو انا عايز. واجي هنا بالارو نفس الكلام، واختار التايب بتاعه مثلا كوبي بيست، واجي هنا برضو الشغل اللي معاه سهل جدا. هاجي هنا ممكن اعلم على كل دول، واجي هنا عند الالاين واخليه هوريزونتال عشان اظبطهم كلهم تحت بعض. اجي اعمل الشكل ده، وهنا نسرع الفيديو شوية عشان بس نوصل الفكرة. دبل كليك هنا واكتب ستارت، واختار مثلا ازرق، كوبي بيست انبوت ام، واكمل لغاية الاخر بنفس الطريقة. شكل مبدئي للدياجرام تكمله بقى. عايز اكتب مثلا يس نو، باجي هنا دبل كليك بكتب نو، وهنا يس. الاسهم دي ارجعها لون الاحمر،
شيفت واختارهم كلهم. كده رسمت الدياجرام، سهل جدا في الاستخدام. دي حاجة. عايز تعمل مثلا نيورال نتورك بسيطة، وهنا برضو نسرع الفيديو ونشوف برضو ازاي نرسمها، ولو في اخطاء بنعمل برضو اندو. عندي هنا فري هاند. الميزة فيه كمان ان انا بتحرك في البورد نفسها، دي انفينيت بورد، امشي زي ما انا عايز، فاعرض كل افكاري في نفس المكان. دي فري هاند. واي مثلا لو معايا قلم طبعا هتبقى الدنيا احسن من كده. مثلا عايز اكتب ماتريكس، مثلا ممكن ادخل صورة من هنا. دي صورة كده واكبرها مثلا. ولما بزود الصورة بتزيد عندي هنا على طول في اوبسيديان. الجميل بقى ممكن تزود ملف بي دي اف. مثلا هاجي هنا، هختار هنا من الفايندر مثلا كتاب باورفول بايثون. هاجي عند جزء فاضي هنا، اعمل دراج دروب. عايزه امبيدد ولا بي دي اف؟ عايزه امبيدد. بقى موجود عندي الكتاب. كليك تو انتراكت، ادوس عليه كده واقدر اتصفح الكتاب من هنا. دي حاجة. تمام، واختار كمان اي صفحة انا عايزها. هاجي هنا رايت كليك واقول له انسيرت اني فايل. دي طريقة تانية. هختار الملف اللي انا عايزه برضو، هختار نفس الكتاب، هقول له as PDF. عايز من الصفحة كام لكام؟ هقول له مثلا من 1 ل4. في هنا شوية اوبشنز هسيبها زي ما هي. number of rows، كام رو، import. هجيبه هنا. انا كده شايف اول 4 صفحات من الكتاب. ده برضو اوبشن تاني. رايت كليك هنا insert in file، اختار كتاب PDF، مثلا من صفحة مثلا 10 لمثلا 14. هنزله تحت كده. هشيل ده. وبالتالي وانت ممكن تكون بتشرح، فشايف الجزء من الكتاب الكبير ده. نصغر هنا كمان، نرجع تاني نكبر. هنا شايف مثلا 3 صفحات في نفس الوقت. تكبر الجزء اللي انت عايزه. ممكن كمان
تهايلايت الجزء ده مثلا وانت بتتكلم، تتحكم في كل حاجة وفي الألوان. وعايز تكتب أي حاجة هنا برضو، مثلا تشاور كده بالسهم، وهكذا. دي برضو حاجة جميلة جوه اكسكاليدرو، موضوع البي دي اف. الجميل كمان الاي اي تولز اللي هنا، لو دوست عليها هختار من ميرتو اكسكاليدرو. ممكن تكتب مرميت كود ويعملوا ريندر على طول. تعالى مثلا نجيب السايت بتاع مرميد، نفس الدياجرام اللي رسمناه. ممكن اخد هنا الكود ده كوبي، واجي هنا اعمل له بيست، واقول له انسرت. حطه لي هنا على طول بنفس الشكل بتاع اكسكاليدرو، نفس الفونت الجميل بتاعه ده. الميزة كمان ان انا ممكن اعدل في اي حاجة برضو، في الالوان، في اي حاجة. دي برضو من الحاجات الظريفة جدا، ان انا اجي هنا ده اللايف ايتور بتاع ميرميد، مثلا كلاس دياجرام. الكلاس ده هاجي هنا برضو اخد كوبي، واجي هنا عند اكسكاليدرو، اجي عند اي تولز، بيست، واصغره، وهكذا. دي من الحاجات الجميلة جدا، وده بيسهلك قوي ازاي توري دياجرامز بتاعتك. بمعنى ايه بقى؟ لو انت رحت للتشات جي بي تي وقلت له يكتب لك ميرميد كود، تاخده من هنا كوبي وبيست هنا على طول. من الحاجات القوية بقى في اكسكاليدرو الاكستنشنز. لو جيت هنا عند الايكون بتاع اللايبرري، دي شوية شيبس او اشكال ما كانتش موجودة قبل كده. ازاي بزود الاشكال دي؟ باجي هنا عند براوز لايبرز، واختار مثلا اعمل سورت هنا توتال داونلودز. مثلا انا عايز الاشكال دي، فهاجي هنا اقول له اد او داونلود. هختار داونلود، بقى موجود عندي هنا في داونلودز. وهاجي هنا واقول له اوبن، واختار الاكستنشن ده، بقى موجود عندي اقدر استخدمه على طول. دي من الحاجات الجميلة جدا، ان في ناس كتير في كوميونتي بقى عاملة اكستنشنز كتير. ادخل واعمل براوز واختار اللي انا عايزه واجيبه هنا عندي في اللايبرري. كمان في حاجة اسمها سكريبتس، ودي من الايكون بتاع اوبسيديان موجود على اليمين فوق. لو اخترته هنا، هنا عندي سكريبتس، بزودها من الايكون بتاع السيتنجز. سكريبتس بتشغلها على الشيبس اللي انت اوريدي موجودة عندك. بختار السكريبت اللي انا عايزه، مثلا ده، واقول له انستول ده سكريبت. في بقى حاجات كتير قوي تدخل وتتفرج عليها. مثلا انا عندي هنا ريكتانجل، باجي هنا مثلا change shape of selected elements. انا مختار ده، بس عايزه ايه، ellipse مثلا ولا ريكتانجل ولا دايموند. هختار ellipse، ودي شوية اوبشنز، زيجزاج مثلا. هاجي هنا برضو واقول له غيره، خليه مثلا solid، خليه دايموند.
وهكذا. فدي سكريبتس بتشتغل على الشيبس او الاليمنتس اللي انت مختارها. فينا نعمل export as a file. في اعمل export image. عايزه image ولا PDF؟ هنختار مثلا image، اقول له export PNG. ده كل الدياجرام اللي انا عملته. وعايز بقى تتوسع في الموضوع، شوف القناة دي، الراجل ده ممتاز جدا، والراجل ده مبرمج يعني بيعمل سكريبتس لأوبسيديان، عامل سلسلة عن اكس كوليد رو، ممكن تتفرج عليها. دي كانت مقدمة بسيطة لاكس كوليد رو. أرجو الفيديو يكون عجبكم، وأشوفكم الفيديو القادم. كل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.